بصراحة مجموعة الإمارات صارت جدا صعبة. أوزبكستان متصدرة مع إيران، وقطر يعود لا محال، يعود قطر يعني مستواه لازم يرجع ويفكر انه يصعد لكأس العالم. فبصراحة صارت المنافسة اكبر على البطاقتين. كنا نتوقع انه 3 فرق ينافسون على البطاقتين الاولى والثانية، حاليا صار 4 فرق. اوزبكستان 6 نقاط، وجاي يقدم مستوى. فبصراحة يعني راح يكون حيرة للمنتخب الاماراتي والمنتخب القطري. المنتخب الاماراتي قدم مستوى وان شاء الله يستمر، ولكن ننتظر عوده المنتخب القطري بال 24 نقطه الباقيات. طبعا المنتخب الاماراتي شكرا للاعبين المنتخب الاماراتي قدموا مباراه ممتازه جدا في الشوط الثاني مع قطر على ارضه، وفازوا 3-1. ولكن مع ايران في الدقائق الاخيره للشوط الاول استرخوا وظنوا انه الشوط الاول انتهى، وفكروا انه راح يرجعون للمنزع. فخطأ، يعني هي مجرد رمية تماس اجى منها هدف، والهدف الوحيد اللي خسروا به 3 نقاط. اما كان الشوط الاول والثاني هم اللي مسيطرين على مجريات المباراة بالكامل، وكانوا الاقرب للتسجيل بصراحة. فشيء مستغرب بصراحة انه الاسترخاء في الدقيقتين الاخيرة في الشوط الاول هي سببت خسارتهم ل3 نقاط. اما بالنسبه للمنتخب العنابي والمنتخب القطري الشقيق، بصراحه مستغربين جدا انه بطل اسيا على التوالي بالنسختين الماضيه يخسر على ارضه بين جمهوره مع المنتخب الاماراتي. قدم شوط اول على مستوى عالي وكان 1-0، وخسر المباراه بالشوط الثاني. وايضا مع كوريا الشماليه تعادل 2-2. بصراحة الشيء مستغرب جدا. وحاليا هناك يعني كلام انه المنتخب القطري اكتفى من الالقاب، وهذا الشيء يعني مستغرب. انه يعني انت ما عندك بس كأسين اسيا، في منتخبات ماخذه كأس اسيا 3 مرات و4 مرات، وصاعدين كأس العالم 6 مرات و4 مرات و5 مرات. يعني كأس اسيا مرتين مو انجاز يعني كبير على مود يكون عندهم اكتفاء. فبصراحه شيء مستغرب جدا مستوى المنتخب القطري في الجولتين الاولى والثانيه.